انتوا تقدرون تسوون من الافخاذ الدجاج اطباق عالميه. للي ما يعرفني، انا الشيف علي ربيعه، صاحب سلسله مطاعم بي اكس، ويوميا انزل لكم مشروع جديد ووصفه جديده. يلا خل اعلمكم شلون تسوون اطيب دجاج من برا مقسب ومن جوا كلش جوسي. اول شي يحتاج لنا افخاذ دجاج فريش او اذا مجمده نوعيه زينه، ونشيل من عندها كل الزوائد وكل الدهون. نخلي لها ملح، بابريكا خشنه، بابريكا مدخنه، هيل وزنجبيل وثوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وزيت الزيتون كميه زينه، ونخلط كل زين ونعوفه بالتخميره اقل شي ساعه. هسه نقطع الخضار كله بشكل متساوي مربعات كبار. هذا التبسيج قد ما تخلون انواع خضار راح تصير طيبه وياه. وانصحكم تجيبون هاي الذره جاهزه وتقطعوها وتحطوها بالتبسي، لان راح يصير طعمها يخبل. والبصل الاحمر بالتبسي يصير طعمه اطيب من البصل الابيض. هسه بعد ما قطعنا الخضار راح نضيف البهارات نفسها اللي خليناها على الدجاج، راح نحطها على الخضار ونحط زيت زيتون ونخلطها كل زين. اهم شي تتوزع كميه البهارات والزيت الزيتون على كل الخضار، عم تعطي نكهه تخبل. هسه نخلي الدجاج بهاي الطريقه على كل التبسي، نخليه فوق الخضار، وتشغلون الفرن على درجه حراره 180 وتحطون التبسي بالوسط، وتبقوه ساعه كامله بس مشتغله النار الجوه، و20 دقيقة تشغلون النار الفوق لحد ما يقسب، وراح يطلع عندكم من برا مقسب مقرمش ومن جوا كلش طري وجوسي. هاي الوصفة ماكو مطعم راقي اوبن بوفيه ما موجودة بيها، هتكون هي من الاطباق الاساسية. وهاي كانت وصفتي لكم لليوم، افخاذ دجاج مع الخضار، ان شاء الله تعجبكم. ولا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على ربكم. واني احبكم كلش هواية، واكتبوا لي بالكومنت شو تريدون اسوي لكم بالوصفات الجاية. روحوا شوفوا الفيديوهات القديمة لان فاتتكم.